السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، نورتوا يوميات مطبخي. اليوم كان عندي عزيمة وحضرت لكم منسف أردني على أصوله لحتى أكرم ضيوفي بسفرة طيبة ولمة حلوة. تابعوا معي الفيديو للأخير وخلينا نبلش خطوة بخطوة مع بعض. أول شي بلشت أنا بغسيل اللحمة. طبعا أنا جبت لحمة بكمية كبيرة لأنه أنا الكمية اللي بدي أطبخها كمية كبيرة. شوفوا لي منظر اللحمة يا متابعين بعد ما غسلتها. هون أنا طبعا كنت ناقعة الجميد الكركي بالشنينة. بلشت أول شي إني فور على اللحمة بطناجر الضغط لأني أنا عندي الكمية كبيرة، بدي أقسمها لطنجرتين. أنا ما عندي طنجرة كبيرة، حطيتهم على طنجرتين. بعدها حطيت عليها المي، وهيك أنا عندي المطيبات اللي بدي أضيفها للحمة. هلأ بلشت إني إش الزفرة تبع اللحمة. لا تنسي حبيبتي، انتي بدك تقشي الزفرة بعدين تضغطي الطنجرة. أنا بقش الزفرة تبع اللحمة، بعدين بضيف المطيبات عليها. طبعا اللحمة المسلوقة روح قلبها الهيل، لازم إنك تكتريلها هيل. طبعا أنا حطيت هيل وورق غار وقرنفل وبصلة وملح وفلفل أسمر أو فلفل أبيض حسب الرغبة. للتزيين أنا بدي زينه بلوز. بلشت أنا هون بتقلاية اللوز، لازم أنا يكون عندي اللوز لون ذهبي، لأنه الأفضل إنه أنتي لما يكون عندك عزيمة يكون اللوز عندك لونه ذهبي. بتضلك بتحركي حبات اللوز منشان إنه ما تحترق. هاي بعد ما خلصت النتيجة. هون بلشت بضغط الطنجرة، ضغطت الطناجر تركتهم على الغاز. بلشت بتحضير اللبن. طبعا اللبن أنا حطيت له جميد كركي، حطيت له لبن بقر، وحطيت له شنينة. طبعا يا حبيبتي أنا ما كترت لبن، شوية لبن مشان أكسر الحموضة تبع الجميد، لأنه في ناس ما بتحب إنه يكون اللبن حامض، وأنا من هالنوع، وأهل بيتي هيك ما بيحبوا اللبن يكون حامض، فعشان هيك حطيت لهون شوية لبن مشان إنه بس أكسر الحموضة تبعه. هون بلشت تحريك اللبن على النار. طبعا بتضلك بتحركي بتحريك مستمر لحتى ما يغلي اللبن. بعد ما غلى عنا اللبن بلشت أضيف لمرقة اللحمة. حطيت له جميد منسف. لاحظي حبيبتي أنا كيف عم حط مرقة اللحمة. طبعا انتي حسب الرغبة، حسب نظريتك انتي كيف بدك تحطي مرقة اللحمة. هون بلشت أنا بطبخ الرز. حطيت سمنة وزيت وبلشت بتنزيل الرز. طبعا الرز لازم يكون لونه أصفر شوي، مو كتير، ما تخليه إنه الرز كتير أصفر. بتضيفي له شوية كركم أو عصفر ناعم. هو العصفر نفس الكركم، بس في ناس بتقول عصفر ناعم وفي ناس بتقول كركم. لاحظي أنا كيف حطيت كركم شوي. لا أنا يعني إنه الكمية هي اللي حطيتها منيحة للكمية الرز اللي أنا طابختها. بتحطي ملح حسب الرغبة.
لازم يمكن يغرك منظر الملح انه كتير، بس لا، انا لانه الكمية عندي كتير كتيرة، 5 كيلو رز انا طابخة. هون بلشت انا انزل عليه المي. طبعا هاي المقبلات لازم انها جنب المنسف الاردني. لاحظي حبيبتي كيف منظر الرز، شوفي قديش انا حطيت عصفر ناعم، رغم هيك الرز ضل عندي شوي اخذ لون على صفار. بلش الرز عندي هون يستوي. هون انا بلشت تنزيل اللحمة على اللبن. طبعا هي اخر مرحلة انك انت تنزلي اللحمة على اللبن، بعد ما انت تكوني ضايفة الجميد والجنينة واللبن وضايفة مرقة اللحمة عليهن. آخر الشي بتضيفي اللحمة عليهن مشان إنه اللحمة ما تفرط باللبن إذا كانت عندك اللحمة كتير مستوية. شوفيلي على هالمنظر. هون بلشنا بسكب الأكل لأنه بلش يذكر عنا ويطلع بأذان المغرب. شوفولي على هالمنظر يا متابعيني الحلوين، كل حبة رز هي وأختها. طبعا انتي بالصينية اللي انتي بدك تحطي فيها بتحطي خبز صاج، وبتسقسي خبز الصاج باللبن الجميد اللي انتي طابختيه. بلشت انا احط اللحمة على الرز. طلعيلي على هالمنظر، شوفيلي كيف منظر اللحمة مع الرز، منظر بشهي القلب. طبعا والطعم ولا أروع من هيك منسف أردني. في بيتنا عزيمة. أول مرة في رمضان دايما مستحيل تقدر تنساها، فرحة كبيرة لك ولغيرك كل الناس دايما فاكراها. أول مرة عزومة. وهيك بنكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم. بتمنى انه الفيديو ينال اعجابكم. حبيت شارككم عزيمتي واجواء عيلتي.